هيبدأ الفيلم في باريس مع قاتل محترف بيكون قاعد قدام شباكه بيراقب الفندق اللي قصاده بتركيز شديد واللي بيبقى هينفذ فيه عمليته الجاية. بعدها بيلعب يوجا وبيتأمل وبيتمرن كمان وبيقول شوية كلام فلسفي عميق جدا. بعدها بيلبس وبينزل يشتري فطار وبيتصل بالمحامي هودجز وبيبلغه انه منتظر الشخص اللي هيقتله بقاله 5 ايام ومحدش جه اصلا. فالمحامي بيقول له انه ما عندوش معلومات غير انه هيوصل قريب جدا. فالقاتل بيقول له انه هينتظر النهارده وبكره. بعدها القاتل بيرمي تليفونه وبيكسره وبيقعد يفطر بره في الشارع وبيكمل كلام فلسفي معانا. بعدها بيرجع لشقته وبيكمل في المراقبة. بالليل بيجي فعلا الشخص اللي هو منتظره وبيبان انه راجل اعمال كبير جدا ومعه بنت من فتيات الليل. والقاتل اخيرا بيستعد وبياخد نفسه وبيهدى خالص وبينشن على راجل الاعمال. لكن المفاجأة بقى ان الرصاصة بتيجي في البنت والقاتل بيتصدم من اللي حصل وبيبدأ يلم حاجته بسرعة جدا علشان يتحرك ويهرب من المكان قبل ما يدخل في اشتباك مع أي حد من الحراس. هو بينزل من البيت وبيسرق موتوسيكل وبيهرب بيه من المكان كله. بيروح لبنزينة وبيستخدم الحمام بتاعها وبيحلق دقنه وبيغير شكله ويلبس هدوم جديدة علشان محدش يتعرف عليه. بعدها بيطلع يركب تاكسي وبيروح على المطار علشان يسافر من فرنسا ومحدش يقدر يجيبه. وهناك بيتصل بهودجس وبيبلغه باللي حصل. فهودجس بيتعصب جدا وبيقوله انه كده هيسبب له مشاكل كبيرة جدا مع العميل اللي طلب منه يقتل الراجل. بس القاتل مش بيشغل باله بكلامه وبيقفل المكالمة وبيكسر التليفون كالعادة وبيروح يحجز تذكرة طيران بباسبور مزيف. وبيلاحظ في الوقت ده إن في شخص في الشباك اللي جنبه ومش بيكون مرتاح له وبياخد تذكرته وبيتحرك. وبيلاحظ إن نفس الشخص موجود في صالة الانتظار فبيحس بقلق وبيقرر إنه ما يطلعش على الرحلة اللي حاجزها. وبيحجز فندق في المطار وبيدخل أوضته وبيحط على أكرة الباب كوباية وفي الأرض بيقلب طبق على ظهره وده علشان لو حد اقتحم المكان يعرف من الأول يفتح الباب. وبعدها بيقعد على الكرسي وبيمسك سكينة وبيكون في وضع استعداد لأي هجوم. تاني يوم الصبح بيطلع مع طيارة تانية عادي جدا ومش بيحصل له حاجة وبيروح على بلده. ولما بيوصل بيركب عربيته اللي موجودة في جراج المطار وبيوصل لبيته اللي بيكون في غابة بعيد عن الناس. وهناك بقى بيلمح أثر أقدام ناحية بيته فبيعرف إن في حد اقتحم البيت وبينزل بسرعة جدا وبياخد مسدسه وبيجري على بيته. وهناك بيلاقي كل حاجة متكركبة وإن في دم كتير جدا ومش بيكون فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط وبيطلع على أقرب مستشفى ليه. وهناك بيقابل ماركوس واللي بيبقى أخو صاحبة القاتل واللي كانت موجودة في بيته وهو مسافر. وماركوس بيحكي له إنهم كانوا 2 ومنهم 6 ومش متنكرين أو مقنعين وإنه تم الاعتداء على أخته وإنهم كانوا جايين علشانه مش علشانها وإنه قادر يشوفهم بيهربوا من البيت في تاكسي أخضر. فالقاتل بيهديه وبيقوله إنه بيوعده مفيش أي حاجة زي دي هتحصل تاني. وبيفضل قاعد في المستشفى مع صاحبته مدة لغاية ما بتيجي الدكتورة تطمنه وتقوله إن حالتها بتتحسن وإنها هتقدر تحكي دلوقتي. فبيبدأ يسمع منها إيه اللي حصل وبتقوله إنه كان راجل ضخم جدا وشرس وحاول يعرف منها مكان القاتل. فلما ما قالتلوش بدأوا يهجموا عليها ويضربوها لكنها فضلت تقاوم وطعنت الراجل الضخم في رجله. فبيطلب منها ترتاح دلوقتي وتنام علشان صحتها. وبيرجع على بيته وبيبدأ في الحفر وبنشوف في خزنة مليانة جوازات سفر مزورة وموبايلات وأسلحة أشكال وألوان. في اليوم اللي بعده الصبح بيلم القاتل حاجته كلها في شنطته وبيركب عربيته وبيطلع على المدينة وبيدور على أي تاكسي لونه أخضر وبيجمع عدد من التاكسيات اللي لونها أخضر وبيقدر يوصل للشركة اللي مشغلاهم. في نفس اليوم بالليل بيقدر إنه يوصل لمقر الشركة بتاعتهم وبيخضع فرد الأمن فبيدخله. وبمجرد ما فرد الأمن بيفتح الباب القاتل بيقتحم المكان وبيضرب فرد الأمن وبيكتفه وبيدخل لجوه وبيخترق قاعدة البيانات بتاعة التاكسيات اللي في الشركة
وبيقدر إنه يوصل للتاكسي الأخضر اللي كان عند بيته وقت الاعتداء على صاحبته، وبيفتح ملفات سواقين الشركة وبيجيب السواق اللي كان في التاكسي وبيعرف كل المعلومات اللي هو محتاجها، وبيعرف كمان إنه دايما بيكون موجود جنب المطار. تاني يوم بيطلع القاتل على المطار وهناك فعلا بيلاقي التاكسي الأخضر وبيركب معاه كأنه زبون عادي جدا. وأول ما بيبدأ التاكسي يسوق بيطلع القاتل المسدس بتاعه وبيهدد السواق ليو علشان يقوله كل معلومة عن الركاب اللي ركبوا معاه يوم الحادثة. فبيقول له إنه يومها كان في المطار وجاله راجل ضخم وست شعرها أبيض وأكبر من الراجل في السن، ووروا له عنوان على الجي بي إس فوصلهم في الغابة وطلبوا منه يستناهم قدام البيت لأنهم راجعين المطار تاني. وبينتظرهم حوالي ساعة وبيخرجوا وبيوصلهم المطار لكنه ما يعرفش أي معلومة تانية خالص عنهم، فبيديله القاتل رصاصة في نص دماغه. بعدها بيفهم إنه هودجز المحامي هو السبب لأنه حب ينتقم منه بعد ما فشل في مهمته، وبيقرر إنه يسافر لولاية لوزيانا في أمريكا. ولما بيوصل هناك بيستأجر عربية وبيتنكر في لبس عامل نظافة وبيدخل مكتب المحامي هودجز من غير ما حد يشوفه، وبيدخل على أوضة سكرتيرة هودجز وبياخدها تحت تهديد السلاح على مكتب هودجز وبيخليها تكتفه. بعدها بتدخل الحمام وبتكتف نفسها وبيطلع من شنطته مسدس مسامير وبيوجهه على هودجز وبيضرب 3 مسامير في صدره وبيكون بيطلع في الروح. فبيساومه القاتل وبيقول له هطلب لك الإسعاف لو قلت لي أسماء الاتنين اللي نفذوا العملية في بيته، لكن بيتفاجئ إنه هودجز بيموت وهو بيتكلم. بعدها السكرتيرة بتعرض مساعدتها للقاتل في مقابل إنه يسيبها عايشة، فبيوافق القاتل على العرض وبيحط جثة هودجز في الصندوق اللي هو جايبه معاه وبيخرج مع السكرتيرة وبيروح على بيتها، وهناك بتطلع له النسخ اللي معاها من أوراق وملفات هودجز وبيلاقي الملفات اللي هو محتاجها وبيلاقي معلومات عن الراجل الضخم اللي هجم على صاحبته، وبيعرف إن اسمه الوحش وعايش في فلوريدا، والست اللي معاه اسمها الخبيرة ومكانها في نيويورك، وإن العميل اللي كلف هودجز بمهمة قتل راجل الأعمال في باريس أصلا اسمه العميل ومكانه يبقى في شيكاغو. وبعد ما بياخد المعلومات اللي هو عاوزها كلها بيتخلص من السكرتيرة وبيقتلها وبيطلع بعدها على مكان بعيد علشان يتخلص من جثة هودجز وينظف العربية وبيشيل لوحة الأرقام المزيفة اللي كان مركبها مكان الأرقام وبيرجعها للشركة اللي كان مأجرها منها. تاني يوم بقى بيستخدم بطاقة تعريف مزيفة لشخصيته وبيأجر عربية وبيسافر بيها لفلوريدا علشان ينتقم من الوحش. وأول ما بيوصل بيطلع على عنوان بيت الوحش وبيشوفه من بعيد وبيلاحظ إنه معاه كلب شرس وكمان هو مش لوحده، ده معاه 2 أصحابه كمان. فبيروح القاتل على الهايبر وبيشتري حبوب منومة وخمرة ولحمة وبيرجع يراقب بيت الوحش من بعيد وبيشوفه وبيودع صحابه. وبعد ما بيمشوا بينزل القاتل ومعاه حتة اللحمة وبيكون فيها منوم وبيرميها للكلب وبيرجع عربيته وبيستنى مفعول الحبوب يشتغل. وأول ما الكلب بينام بياخد المسدس وبينزل من العربية وبيتسلل لبيت الوحش وبيدخله، وأول ما بيحس بيه بيهجم عليه فورا وبيوقعه على الأرض والمسدس بيقع منه وبينزلوا ضربة في بعض ومفيش يا مرحميني. وبيظهر إن الاتنين عندهم مهارات قتالية عالية جدا وبيقدر القاتل يطعن الوحش في رجله والوحش بيضربه ضربة شديدة بتوقعه، فبيستخبى القاتل بسرعة جدا في المطبخ وبيفضل القاتل يدور على سلاحه لغاية ما بيلاقيه وبيمسكه وبيضرب الوحش بالنار. وللأسف الكلب بيفوق من صوت ضرب النار وبيجري على صاحبه فبيشوف الدم وصاحبه مقتول ومرمي على الأرض، فبيبدأ يجري بسرعة على القاتل والقاتل بيجري منه بكل سرعته وبيطلع على الجنينة ومنها بيعدي السور وأخيرا بيفلت من الكلب وبيمسك إزازة الخمرة وبيكون ماليها نار ومحولها المولوتوف وبيرميها على الفيلا وبيركب عربيته وبيمشي والنار بتمسك في البيت كله. في اليوم اللي بعده بنشوف القاتل بيستخدم جواز سفر مزيف تاني وناوي يسافر للخبيرة اللي في نيويورك، وبرضه كالعادة بيوصل نيويورك وبيستخدم بطاقة مزيفة وبيروح يستأجر عربية. بعدها بيطلع على عنوان بيت الخبيرة وبيراقبه من بعيد برضه اليوم كله.
ولما بيجي الليل الخبيرة بتطلع وبتركب عربيتها والقاتل بيمشي وراها لغاية ما بتوصل للمطعم وبتدخل تتعشى، والقاتل برضه بينزل وبيقعد قدامها. فلما بتلاحظه الخبيرة بتفهم إنه هيقتلها وبتمثل إنها مستسلمة وبتطلب منه تخلص العشاء وبعدها يقتلها، فبيوافق فعلا. وبعد ما بتخلص بياخدها وبيخرج من المطعم وبيروحوا لمكان مهجور، وبتمثل وهي نازلة إنها فقدت توازنها وبتمد إيدها للقاتل علشان يساعدها، فبيساعدها وبيريحها من الدنيا خالص. وبعد ما بتموت بيبص القاتل في إيدها وبيكتشف إنها مخبية خنجر كانت ناوية تقتله بيه. والله هتتعب على سنك الحركات دي والله. انت فاجئتيني بسفالتك، اقصد بصراحتك. بعدها القاتل بيقرر خطوات جواز السفر وكل الحاجات دي، وبيحجز تذكرة طيران على شيكاغو علشان الدور بيبقى على العميل، لأن القاتل بيكون شايف إن الراجل ده هو السبب في الليلة دي كلها أصلا. فبيوصل القاتل لشيكاغو وهناك بيروح على عنوان بيت العميل وبيكون واثق إن هو اللي أجر الوحش والخبير اللي قتلهم، وبيشوفه هو خارج من البيت فبيدخل بيته لكنه بيلاقي الباب مقفول بقفل حديث جدا وصعب إنه يفتحه، فبيصوره بالموبايل وبيبحث عنه على النت وبيطلب من أمازون جهاز لنسخ مفاتيح خاصة بالقفل ده ونوعه، وبيكمل مراقبته للعميل. فبيتوصل إنه بيتمرن في صالة ألعاب رياضية في فندق معين في المدينة، فبيستخدم بطاقة تعريف مزيفة تاني وبيحجز أوضة في نفس الفندق اللي موجود فيه العميل، وبينزل ورا القاتل لصالة الألعاب الرياضية وبيسرق من الحارس اللي هناك مفاتيح الدواليب من غير ما ياخد باله، وبيفتح دولاب العميل وبياخد مفتاح بيته وبينسخه بالجهاز اللي جابه وبيرجعه تاني للدولاب ولا كأن حاجة حصلت. ولا حد واخد باله مني. انا ايه وراهم لحد ما ادخلهم الغشه. بالليل بقى والعميل قاعد في شقته ولا على باله، فجأة بيتصدم لما بيشوف القاتل في وشه وواقف قدامه ومعاه سلاحه. فالعميل بيفتكره حرامي لكن القاتل بيعرفه بنفسه وبيقوله ان هو القاتل اللي المحامي هودجوز كلفه يقوم بقتل رجل الاعمال اللي في باريس. فالعميل بيقوله انه مفيش بينه وبينه اي حاجة اصلا، وبيقوله كمان ان هودجوز هو اللي قاله انهم المفروض يتخلصوا من اي حاجة تربطهم بعملية القتل الخطأ، وان هودجوز اخد فلوس اضافية منه علشان يعمل كده. هنا بيتأكد القاتل ان مش العميل اللي كان عاوز يقتله وبيقرر يسيبه يعيش، لكنه بيعرف انه لو حاول يقتله تاني هيتخلص منه بطريقة تبان قضاء وقدر، وبيسيبه وبيمشي وبيرجع على بلده وبيستمتع مع خطيبته بحياته بعد ما بتتعافى، وبيعدها انه هيتقاعد عن شغلانة القاتل. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات واقترح لنا افلام تحب نلخصها. بعد اذنك كده بتبص للساده المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. هقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب، اعملوا لك اشتراك للبتاع وقول لهم يفعلوا زر الجرس. ويا ريت تشترك معنا في القناة علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.